الآن الأرصاد تنبه بغزارة الأمطار والرجاء أخذ الحيطة والحذر، والأجازة من هني تقول لك إن أنا خلصت. معناته كل العالم من كل محافظات وولايات السلطنة بيطلعوا من بيوتهم ماخذين أولادهم معاهم، جايين لوين؟ جايين لمسقط. الناس عليهم دوامات وعليهم أطفال مدارس. بالتالي يا جماعة الخير، تخيل الآن أن هذه الأمطار، هذه الأودية تنزل، الشوارع تقطع، هذا الأب اللي عنده أسرته، اللي عنده أولاده، اللي جايين من أجل أن يباشروا عملهم بكرة، دراستهم بكرة. إذن يا جماعة هذه الأمطار ما في مزاح. أتمنى أن يكون هناك في قرار يتخذ من الآن، ما ننتظر لين الليل بعدين تعلن إذا في دراسة وما في دراسة. هذه جامعة السلطان قابوس حولت الدراسة عن بعد. إذن يا جماعة الخير، يعني أرواح الناس مهمة جدا. أتمنى فعلا يكون هناك قرار سريع يتخذ فيما يخص تعليق الدراسة، فيما يخص الدوامات، الناس اللي عليهم عمل. ترى الأودية إذا نزلت الناس بتتورط والشوارع بتكتظ بالمركبات. فنتمنى هذيك الباطنة خلاص يقول غرقان الحين أمطار ومسقط الحين، هذا الأجواء قدام عينكم. أتمنى فعلا أن يكون هناك في قرار صائب وسريع عاجل الدراسة عن بعد في كل محافظات السلطنة ما عدا الوسطى والظفار. معالي الدكتورة وزيرة التعليم هي قبل أن تكون وزيرة، فسلامة أبنائها الطلبة أول اهتماماتها. نسأل الله أن يعطيك الصحة والعافية. شكرا لوزارة التعليم، شكرا لمعالي الدكتورة وزيرة التعليم. معالي الدكتور وزير العمل، الله يعطيك الصحة والعافية، الله يحفظك ويسعدك. إن شاء الله تكون في أخبار معاليك، الله يحفظك. الولد في بيت، تخيل الولد قاعد في بيت يودع أبوه ورايح وسط المطر، مطر وديان، قلبه على أبوه، الولد قلبه على أبوه وهو رايح الدوام. عليك الله يحفظك يا معاليك.